السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل معاكم محشي ورق عنب. اول حاجة هنجيب الخضرة اللي هي حزمة من الشبت وحزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة الخضراء، وهنغسلهم كويس جدا قبل ما نقطعهم. مش نقطعهم ونغسلهم، لا، نغسلهم الاول وبعد كده نقطعهم علشان الفايده اللي فيهم ما تروحش. بعد كده جبت اهي ورقه عنب كانت عندي في الفريزر، جبتها، بتبقى متواجده عند السوبر ماركت المصريين هنا او التراكوة. الشكل ده في منها الحجم الكبير وفي منها الحجم الصغير اهي باينه اهي. هنستعمل ايه؟ هنستعمل الطماطم دي في التعصيجة بتاعه المحشي. اول حاجة هنجيب حلة زي كده ونحط فيها مية وتغلي قوي، وبعد ما تغلي قوي هنحط التوابل بتاعتنا، ملح، ملح الاخر يعني، مش دلوقتي، مش هحط الملح دلوقتي، قرفة، فلفل اسمر، ورق الغار، حبهان. بعد كده هنجيب بصلة كبيرة او بصلتين هنحطهم برضو، وبرضو طماطمايه واحدة كبيرة. وبعد كده يغلوا غلوة، يعني نسيبهم يغلوا غلوة، وبعد كده نحط الزفر بتاعنا اللي هو يا الفرخة يا اللحمة، يعني ينفع تعمليها باللحمة وينفع تعمليها بالفراخ بالدجاج، بس علشان ناخد منها الشوربة بعد ما الحاجة تستوي كويس هناخد منها الشوربة علشان نسقي بيها ورق العنب بعد ما يشرب. فاصل وراجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني وهي المية غليت اهي، غليت اهي كويس، يعني غلوة بسرعة كده مع التوابل. بعد كده بقى نكون غاسلين الفرخة بتاعتنا كويس، ها، وملحوظة في الزور كده بيبقى فيه دهون، او في الفرخة من هنا بيبقى فيه حاجات دي يعني الناس اللي بيعملوا رجيم بتخن، دي تبقى تعينوها وتغسلوها كويس. غسلتها بالملح والفلفل والدقيق بس وخلاص. هنزلها بقى في ايه كده اهو. طبعا مش هحط الملح دلوقتي، لما احس اللي هي استوت شويه كده ومش يعني مش هخليها تستوي السويان قوي قوي اللي هي تتهري، علشان لسه هحطها، اعمل لها تتبيله واحطها في الفرن. والخضره اهي نقعتها في ميه علشان تنزل الحاجات اللي هي فيها، تتغسل كويس. وبعد كده هبتدي اقطعها حتت صغيرة جدا. ناقص كده بقى اعمل لكم التتبيلة بتاعت الورق العنب. فاصل وراجع. البصل نجيب بقى طاسة زي كده او حلة ونسخنها قوي ونحط بقى نجيب الزيت ده، زيت عادي نباتي، هنحطه كده اهو. بعد كده نسيبه يتقدح، بعد كده يتقدح يعني يسخن جامد. بعد كده بقى نحط عليه البصل اللي احنا قطعناه الصغير ده. ورجعنا لكم تاني وهو بعد ما الزيت اتقدح سخن هننزل بقى عليه البصل كده كله. طبعا انا مش هعمل تسبيكه، في ناس تانيين بيعملوا التسبيكه بتبقى تقيله، لكن انا بس هخلي البصل كده يدبل بس،
يدبل البصل احط له التوابل، احط له عصير الطماطم او الصلصه وخلاص مع الخضره. التوابل بتاعه المحشي: ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه. دي التوابل الاساسيه بتاعه المحشي. بعد كده لو انت بقى عايزه تحطي 7 بهارات حطيهم، بس دول الاساسيين. طبعا انا هحط نعناع ناشف بس في الاخر خالص، بعد ما ايه يعني في الاخر قبل الحشو كده. رجعنا لكم تاني واهو بقطع بقى، ببتدي اقطع الخضره. طبعا ممكن حد يقول لي انت بتحطي خضره كتير ليه؟ المحشي بيحب الخضره، يعني المحشي هو الخضره، البقدونس والشبت والكزبره. المحشي من غير خضره مش حلو، ما يكونش محشي يعني. هنبتدي بقى نحط التوابل. انا جايبه طماطم من دي عصير الطماطم ده، وجايبه برضو مركزه، هنستعمل دي الصلصه المركزه، ودي ودي. هنشوف بقى ايه يعني هتحتاج قد ايه التسبيكه. هننزل بقى اهو بالطماطم او بالصلصه. هوطي عليها النار عشان ما تتحرقش. اخدت غلوه نكون قطعنا الخضره اهي، هننزل بيها بقى كده اهو. هتاخد غلوه كمان بالخضره دي، يعني غلوه بسيطه قوي، اللي هي الخضره من لونها ما يتغيرش. بعد كده هنغسل الرز بتاعنا كويس ونصفيه. وخلاص رجعت لكم تاني وهعمل بقى التتبيله ايه. خلاص الفرخه استوت اهي، هعمل التتبيله بقى ايه بتاعتها. بصله كبيره نقطعها، وفلفل رومي، وجميع التوابل، بهارات ال7 يعني، وشويه زيت، شويه زيت، شويه زيت زيتون برضو حطي دلوقتي، وشويه ايه صلصه صغيرين بس.
هحط شوية زيت زيتون وخلاص. وشوية ملح. شوية ملح. والتعصيجة خلصت اهي، اللي هي ما فاضلش بقى ايه، ما فاضلش الا اغسل الرز واصفيه بس. هروح افرم دي اللي هي التتبيله بتاعت الفرخه وخلاص. وايه، هتبله دلوقتي وادخله الفرن. اديني اهي عملتها اهي التتبيله، طحنتها في البتاعه دي. اهو هتبلها بقى. وبرضه اتبلها من جوه. بعد كده بعد ما اتبلها احط بقى ايه شويه صلصه كده من فوق صغيرين. بعد كده ادخلها الفرن. بالشكل ده ادخلها الفرن. طبعا انا جيت هنا عند التسبيكه، كان عندي في الفلايه واحده فلفل رومي كده بس مش حار، قطعتها حتت صغيره قوي. ده بيديله طعم، ممكن تفرميها برضو بس انا قطعتها ايه حتت صغيره. جبت شويه نعناع كده اهو، وهنحطهم بقى ايه كده اهو. حاسه ان الخضره كده ايه، رغم حاطه من كل حاجه حزمه خضره، المهم حاسه ان هي قليله عندي. واحده شبت زي كده هقطعها كلها اهي، قطعتها اهي.
يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده! هو ده المحشي بقى. طبعا غسلت الرز ده اهو وصفيناه كويس، وعندي واحدة صلصة اللي هي المركزة دي، هحطها على الخلطة قبل الحشو لو احتاجت. لو الخلطة احتاجت صلصة هحطها كلها. دلوقتي بقى هجيبها كده اهو، هشيلها من على النار كده اهو، وبعد كده بقى احط لها ايه، اشوف كده الرز. شوية رز تاني. شوية زيت. شوية ملح. مش محتاجة طماطم تاني، هي لونها حلو كده. رجعنا لكم تاني اهو. هنحط بقى ايه، جبت واحدة، كان عندي واحدة بطاطس كده، بطاطا، حطيت عليها شوية بهارات
وايه وقطعتها ترانشات كده. هنحطها بقى ايه كده هوت في الحلة كده. قبل ما نحشي الايه ورق العنب. بس هلف معاكم واحدة بس ايه، وبعد كده بقى الف الحلة كلها. طبعا الورقة فيها هنا حتة خشنة، وفي هنا حتة الوش التاني ناعم. لا احنا هنجيب اللي عند الحتة الخشنة كده اهو، هنحط فيها الخلطة كده اهو. وهنبتدي بقى ايه نلفها ازاي كده اهو. كده اهو، كل واحد وليه لفته. وهنبتدي بقى ايه كده اهو، كل ما نيجي نلف نلم ايه من الجوانب كده اهو. كده اهو بالشكل ده. نحط ايه هنا كده. انا بقى ايه هروح اقعد كده اهو وافرش في الارض واحشي. يلا فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم تاني اهو، والفرخة ولا الديك طلعناه اهو بالشكل ده، اتحمر جامد. بالشكل ده. ورق العنب اهوت لسه بقى لفيته كله اهو. دلوقتي هسقيه شوربه من اللي ايه من اللي انا عملتها ايه اللي انا سلقت فيها الفراخ او الدجاج. لازم تكون الشوربه مغليه قبل ما احطها على ورق العنب بالشكل ده. هحط تاني اهو كده بقى. هغطيه وايه ونحطه على النار. والشوربه دي هعملها لسان عصفور. بس
كده يستوي بقى، كده الفرخه استوت عندنا او كده اهو. بعد ما يخلص الورق العنب واطلعه هوريهولكم. عندنا بعد ما سقيت المحشي لقيت عندي شويه شوربه صغيرين كده، قلت بقى ايه اعملهم لسان عصفور، شوربه لسان عصفور كده. والمحشي ياخد غلوة كده، يعني المية تتشرب نوطي عليه. بس هنحمرهم كده ايه، هنحمرهم شوية كده لغاية ايه ما لونهم يبقى اللون الذهبي كده. بعد كده نرفعهم ونحطهم على الشوربة دي. بعد كده هنسيبهم بقى ايه يستووا في الشوربة ديت ونوطي عليهم. رجعت لكم تاني اهو، المحشي اهو اتشرب. هنجيب بقى ايه زبدة كده، مكعبات زبدة، وايه هنحطها كده من فوق الوش. دي بتديها طعم بقى، بس بعد ما يشرب من المية. دي بقى ايه بتديها طعم ايه حلو يعني. كده اهو ونغطيه تاني. الشوربة خلاص. رجعنا لكم تاني واهو عملنا المحشي. اما نشوف بقى. طبعا انا صاحبتي اللبنانيه جايه تاكل معانا النهارده، هتفطر معانا. يا رب يعجبها. واو محشي جميل. واو جميل. واو جميل. انا بحب الورق العنب بقى بالشكل ده. شكله جميل يا جماعة. شكله شكلها زي الكيكة. كيكة أخضر. شكلها والله شكلها زي الأريكوفير. وأنا بقول شكلها زي شكلها زي الورد. ولا بقى جميل كده وريحته روعه. اهو بالشكل ده. لما شميته كان أحلى أصلا، أحلى من كده. طبعا والشوربه اهي
ما اعرفش اسمه. هما الاثنين اصلا طعمهم جميل وريحتهم جميل. انت مش تقطيعش تقولي كده. ما اعرفش، انا عارفه طعمها بس انا مش ناسيه طعمها. شكلها زي الزومبي. يا رب. الحمد لله. عايزة طب ندوق بقى قبل ما ناكل، مش دلوقتي يا قرشانة. ودلوقتي نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير. ومشاركة في القناة، وباي باي. بحبكم قوي، مع السلامة.